هل كان هدف المغرب الأول في شباك العراق غير شرعي؟ الشريف يشرح الحالة. شهدت مباراة منتخب المغرب لكرة القدم ونظيره العراقي اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدورة الألعاب الأولمبية في باريس تنافساً قوياً من أجل التأهل إلى الدور الثاني من المسابقة، قبل أن يحصل منتخب المغرب على نقاط الفوز، ومن ثم يضمن حضوره في الدور المقبل. واهتزت شباك منتخب العراق سريعاً في الشوط الأول بهدف من أمير ريتشاردسون إثر تمريرة من أشرف حكيمي، إذ ظهر كأن الهداف المغربي ارتكب مخالفة على مدافع العراق عندما صعد لتوجيه الكرة برأسه، غير أن خبير التحكيم جمال الشريف أكد أن قرار الحكم باحتساب الهدف كان سليماً. وشرح الشريف الحالة ليؤكد: رفع حكيمي الكرة وتحرك لها ريتشاردسون من الخلف في الدقيقة 19، ثم ارتقى في الهواء، ثم صوب الكرة برأسه مسجلا هدفا. في الأثناء تحرك المدافع العراقي بشكل عرضي في وقت تحرك فيه اللاعب المغربي من الخلف إلى الأمام باتجاه الكرة ووصل إليها فعلا. وتابع خبير التحكيم شرح الحالة الحاسمة في المباراة باعتبار أن الهدف فتح باب الانتصار لمنتخب المغرب، وقال: تحرك مدافع منتخب العراق وفق مسار الكرة وباتجاه حركة ومسار اللاعب المغربي الذي ارتقى إلى الأعلى قبل أن يلمس اللاعب، ووصل إلى الكرة قبل أي ملامسة مع المدافع، ثم حدثت ملامسة طبيعية نتيجة حركة اللاعب من اليمين إلى اليسار لمتابعة الكرة، ومن ثم حدث التماس بعد أن لعبت الكرة من قبل ريتشاردسون، ولهذا فإن قرار الحكم باحتساب الهدف كان صحيحا نظرا لعدم وجود مخالفة من قبل المهاجم المغربي. وقد حسم منتخب المغرب نتيجة المباراة بانتصاره على العراق 30، ومن ثم ضمن التأهل متصدرا للمجموعة في وقت ودع فيه منتخب العراق المنافسة بعد انتصار على أوكرانيا ثم خسارتين أمام الأرجنتين ثم المغرب.